كلنا بنقول يا رب. نادي الزمالك النهارده جمهوره فرحان ولا حزين؟ جمهوره فرحان. جمهوره فرحان. بعض جمهوره النهارده في المدرجات عبر عن الغضب وعمل ايموجي كده، يعني ان هو ايموجي كده ان هو غضبان، والصوره طبعا كل الناس شافتها. وكانت النتيجه 3-2، يعني كان النادي الزمالك خسران، ويعود نادي الزمالك ويتحول الايموجي لايموجي فرح ويكسب نادي الزمالك 4-3. ده الجمهور وتعبيره. ولكن في الاول وفي الاخر نتفق مع الجمهور، نختلف معاه، نشكر الجمهور ان هو راح وكان داعم. عايز اقول للجمهور الكبير ده والجمهور العظيم ده حاجه، في التوقيت ده ممكن يكون جمهور الزمالك زعلان، ولكن افتكر دايما نقطه، فرقتك محتاجه لك، ادعم فرقتك، خليك في ظهرها. الزمالك هيرجع، ما تقلقوش، ما ده الزمالك اللي بيكسب بقاله سنتين. الدنيا ما خلصتش، دي مش نهايه العالم. تعالوا اوريكم واحد كده من جمهور نادي الزمالك من جامع الكرات، شباب زي الفل تفرح، دخل الهدف، بص الراجل او بعد اول هدف بص على طول فرحه وسجده. وانسى ان في حد من الجمهور والكره بتخش الشبكه ما يكونش مبسوط وما يكونش بيسقف وما يكونش طاير. انسى دي لقطات، حتى لو الماتش تحصيل حاصل يظل برضو في الاخر لقطتك بتفرح ملايين الزملكاويه، واولهم ده اللي قدامنا. لقطتك لو لعيبه الزمالك تعرف وتستوعب انت بتفرح كام مليون، الامور تتغير تماما. الزمالك النهارده لعب مباراه كبيره بالنسبه لادائه في الفتره اللي فاتت. الزمالك عنده امكانيات كبيره، لعيبته عندها امكانيات كبيره، ما بتلعبش ليه؟ ما بتأديش ليه؟ النهارده عملوا مباراه جيده، والزمالك كان محتاج مكسب يبدأ عليه. نعتبر ان دي بدايه عشان نشد اللعيبه ونقف ورا الناس ونقول اللي جاي افضل. الزمالك في انتظار بكره جهاز فني.